شايفين بقى يا جماعة الحلويات؟ من كيلو بس من الكنافة النهاردة هنعمل 6 أصناف مختلفة. يعني كده قولوا 6 أفكار تديكم كده تغييرات في حلويات كنافة رمضان. طيب، شايفين بقى الجمال؟ بصوا يا جماعة، الجمال بتاعنا ده السر عندي في حاجتين. أول حاجة في الفرشة، وتاني حاجة في عصارة الليمون. لو عندك فرشة وعندك عصارة ليمون، بصي بقى هتعملي الجمال ده ازاي. هقول لكم على كل تركاية فيه وازاي تطلعيهم كده مظبوطين على الشعرة وحلوين، وطبعا التزيين ده حاجة يعني ترجع لكم. يلا بينا نبتدي في أول خطوة، وهي أهم خطوة. لازم تكون باردة وحلوة معانا، وهي الشربات أو السيرب اللي هنسقي بيه الكنافة. أنا هنا استخدمت 4 أكواب بالحجم ده من السكر. الكنافة يا جماعة بيبقى الشربات بتاعها تقيل وبيبقى بارد. فهنا هعمل ازاي بقى الشربات التقيل؟ هحط السكر قد المية. ازاي؟ يعني انا استخدمت 4 أكواب من السكر عليهم 4 أكواب من المية، وهرفعهم بقى على النار. وبعد ما يبتدوا يغلوا معايا لمدة كده ربع ساعة، هبتدي ان انا اضيف. لا، مش لمدة ربع ساعة يا جماعة، هما بياخدوا ربع ساعة على النار، بس اول ما يبتدوا يغلوا بضيف الليمون على طول، عصير الليمون. وبعدين بسيبهم ربع ساعة يغلوا مع الليمون، وفي الاخر بضيف اي نكهة عطرية عندي. وخلاص كده انا دلوقتي هضيف الليمون زي ما انتوا شايفين كده. هاسيبها بقى بعد الليمون كده من ربع لتلت ساعة على حسب درجة حرارة النار، لكن يفضل انها تكون وسط، ما تكونش عالية. وانا هنا بقى هنكهها بنكهة عطرية وهي الفانيليا. ممكن تحطي مية ورد زي ما انت عايزة، اي نكهة انت تحبيها. تمام. طبعا ليه انا ببتدي بيه اول خطوة؟ لانه لازم يا جماعة يبرد، وكل ما بيبرد بيتقل اكتر. ممكن في البداية تضيفي معاهم معلقتين من عسل الجلوكوز زي ما انت عايزة. تمام كده، اول خطوة خلصت معانا. تعالوا بقى نشوف الاشكال الجميلة بتاعتنا هنعملها ازاي. عندي هنا اول نص كيلو من كمية الكنافة بتاعتي النهاردة، فرمتهم بالشكل الحلو ده في الكبة. انا عملتهم في الكبة، ممكن تعمليهم عادي كده بايديكي، يكونوا طالعين كده متفرزين سوري، ويكونوا كده ايه يعني جامدين. بصوا بقى، انا هنا حطيت نص كوباية من الزبدة النباتي يا جماعة. طب لو في حد مش عنده زبدة نباتي، عادي جدا استخدمي زيت. طيب بقى لو احنا فاطرين وكده، السمنة وخصوصا السمنة البلدي هتديكي ألذ طعم بصراحة. بصوا بقى، بفركها كده كويس قوي، بغلفها بكل المادة الدهنية اللي عندي. وهبتدي أول شكل هعمله، هستخدم الملعقة المعيارية بالشكل ده. بصوا بقى، يعني حاولي اضغطي على قد ما تقدري فيها اللحظة دي. لو مش عارفة تضغطي بالملعقة، عادي استخدمي صوابعك، مفيش أدنى أي مشكلة. بس أنا هنا ضغطتها بالملعقة. وبصوا بقى، بس كده برجها كده والاقيها نزلت على طول في ايدي. بصوا، دي بقى أول نوع معايا، وهي الكنافة البابلز اللي هو بيبقى صغير. مش عندي ملعقة معيارية كراميلا، أعمل ايه؟ اسكت كده ما اعملش البابلز؟ لا، عندك هنا كمان ملعقة من الايس كريم، بتاعت الايس كريم، اشتغلي بيها، هتديكي نتيجة ممتازة. بصوا بقى، بنضغط كده كويس. طبعا دي بتبقى سهلة قوي لما بنيجي نخرجها، بنضغط بس على الجزء اللي هو يعني جنبها ده، وبتطلع معايا بكل سهولة. يعني هتقولي لي يا كراميلا انا ما عنديش ملعقة معيارية، هيبقى عندي ملعقة ايس كريم. طيب تعالي بقى اقولك على السر بتاعنا النهاردة، وهي عصارة الليمون. ايوه عفوا، عصارة الليمون. بصي بقى، تضغطي كويس قوي قوي لغاية كده ما تحس ان هي ضغطت جامد. وبصي اهو، بكل سهولة. تمام كده، بصي بتطلع معاكي بكل سهولة، ما فيهاش اي حاجة صعبة. يبقى مش عندنا الملعقة المعيارية، هيبقى عندنا ملعقة الايس كريم. مش عندنا برضو عصارة الليمون موجودة عندنا في كل بيت. تاني شكل هعمله هو شكل كورنيل كنافة. هنا بقى يا جماعة يجي يعني الدور الكبير قوي قوي للفرشة، علشان يبقى كده املس وناعم معايا زي ما انتوا شفتوه في بداية الفيديو. لازم اعمل التركاية دي. هجيب شوية مية جنب مني والفرشة، وهبتدي ان انا اعمل
شوية مية كده برشرشهم بصوت قوي على ناحية واحدة بس من الكنافة، هي الناحية اللي بتبقى كده من تحت، اللي هي بتبقى بعدين من فوق انا وبلف. بصوا شايفين؟ ولا مفيش اسهل ولا اروع من كده. وفي الاخر برضو بنلزقه بالمية عن طريق الفرشة. ندخل بقى على النوع التالت او الشكل التالت. ودلوقتي هنحضر حشوة سهلة وبسيطة جدا جدا، وهي فول سوداني مجروش ومعاه جوز هند. ممكن تضيفي زبيب، ممكن تضيفي اي حاجة انت حباها، ممكن تضيفي اي نوع مكسرات عندك، بس احنا هنا خلينا في البسيط قوي قوي، فالمكسرات المتواجدة عندنا في كل بيت. تمام كده حضرنا الحشوة. نيجي بقى، انا هنا استخدمت يا جماعة كنافة طرح. يعني ايه كنافة طرح؟ يعني كانت فريش، ما كانتش في الفريزر. لازم يا جماعة التركاية دي في الشكل اللي جاي ده، او الشكلين اللي جايين بالظبط كمان. بصوا بقى، باخد كده يعني بالنظر قطعة كده طولية منها، بحاول ان انا افردها كويس، ما تبقاش مكلكعة. طبعا يا جماعة طول ما انا شغالة لازم اكون مغطية الكنافة جنب مني بفوطة كده من فوق وفوطة من تحت. وبصوا بقى الفرشة يا جماعة، السحر بتاعنا. شوية كده خفيف قوي من المية كده بالفرشة، وبعدين بصوا بقلبها. ليه؟ لان انا عايزة الجزء اللي فيه المية ده، او اللي فيه جزء اللي عملته بالفرشة ده يبقى من تحت، بحيث لما اجي الف دلوقتي الاصابع تبقى معايا متماسكة وحلوة وناعمة من بره، ومش عاملة كده ايه شعر كنافة كده مطلعاه وملهوسة الدنيا. بصوا بقى، بنلف كده، بنحاول نقفل من على الجوانب ونظبط الدنيا، وفي الاخر نديها برمة كده بسيطة. وبصوا بقى ده شكلها عندي حلو قوي بجد يا جماعة. انا واثقة انكم هتعتمدوا الطريقة دي في لف الكنافة. دي اسهل طريقة ممكن تعملي بيها اصابع الكنافة المحشية. ممكن طبعا نحشيها كاسترد، ممكن نحشيها قشطة، ممكن تحشيها اي حشوة زي ما انتي حابة. ممكن تحشي فستق، ممكن تحشي لوز بقى، عين جمل، اي مكسرات موجودة عندك ومتوفرة. بس احنا خلينا بقى ايه في الحاجة البسيطة واللي هي موجودة يعتبر عند معظم الناس. دلوقتي بقى انا جبت هنا كوباية 50، ممكن تجيبي على فكرة حاجة اقل، او مثلا كاس او كوبايه شربات تكون رفيعه على حسب الحجم اللي انت عايزاه. ودلوقتي هعمل كنافه عش البلبل، اللي هي بتبقى مفتوحه دي، اللي شفتوها في بدايه الفيديو كانت مفتوحه وفيها كريمه وفراوله. بصوا بقى، برضو عملت نفس حركه الميه بالفرشه، وهبتدي دلوقتي الف. بصوا بقى بقفلها ازاي، ركزوا يا جماعه في التركايه دي. بصوا اخر طرف كده باجي اروح قافلاه كويس من تحت، وعلشان يلزق كويس في الاطراف بتاعه الكنافه ببتدي ان انا ابللها بشويه ميه كده. متقلقوش يا جماعه، هيطلع من الكوبايه بكل سهوله، واكيد يعني مش هنتجن وهندخل الكوبايه الفرن يعني. بس يفضل نبتدي بالنوع ده في الاول، علشان على بال بقى ما اخلص باقي كل الاشكال او باقي الانواع اللي عندي، ابتدي ان انا كده اسيبها حوالي نص ساعه علشان اعرف ان انا اطلع الكوبايه بكل سهوله بعد ما الكنافه تجف فيها. برضو بقى هنا هنعمل الكنافة اللي هي على شكل حجاب او على شكل السمبوسة. بصوا ازاي بجيب بقى جزء كده من الحشو. برضو عملت نفس خطوة المية يا جماعة، قلت لكم السر كله في الفرشة. بصوا بقى بنلفها زي كده زي لفة السمبوسة. هي ممكن تعصلج معاكي شوية، مش هتلف طبعا بسهولة قوي زي السمبوسة، ولكن اهو حاولي تظبطي المثلث كده بتاعها بقدر الامكان، يعني على قد ما تقدري. بس كده، وبنقفلها عادي لانها هي مبللة شوية فبتتقفل معاكي بكل سهولة. ظبطي كده الشكل على قد ما تقدري، وده كمان شكل تاني معانا. بصوا بقى النهاردة كده عملنا كام شكل، ولسه فيه شكل تاني. عملنا الكنافة الحجاب والبابلز. انا هنا عملتهم كلهم بالايس كريم لاني كنت حابة ان حجمهم يكون كبير، لكن لو حابة حجمهم يكون صغير استخدمي يا اما عصارة الليمون يا اما الملعقة. انا بس حبيت ان انا اديكي اكتر من فكرة تعرفي تشتغلي بيها. بصوا بقى هنا هعمل دلوقتي كنافة الفنجان المحشية من جوه بالقشطة. احنا طبعا في صيام، فانا عملت القشطة الكدابة اللي لسه منزلها لكم امبارح في فيديو المكشوفة. هسيب لكم لينك الفيديو اسفل الفيديو ده في صندوق الوصف عشان تقدروا ترجعوا له في اي وقت انتوا عايزينه. بصوا بقى يا جماعة، دي طبعا من نفس كمية الكنافة اللي انا حطيت لها زبدة نباتي. بصوا بقى يا جماعة، حاولوا كده يبقى القاعدة نفسها سميكة شوية، وكمان الجوانب سميكة، علشان لما احط القشطة ما تفتحش معاكي وتسيح معاكي في الفرن وتطلع ويبقى منظرها ايه بقى لا هتبقى يعني
فظيعة. فاحنا مش عايزين بقى اللخبطة دي تحصل، فنركز بان احنا نبطن كده الجوانب ومن تحت كويس جدا. وبعدين هبتدي اضيف القشطة، ممكن تضيفي ملعقة ونص صغيرين، ملعقة صغيرة على حسب طبعا حجم الفنجان عندك. بصي انا هنا ضفت حوالي ملعقتين هنا صغيرين، وعلى طول هنا هبطنها او هقفل بباقي كمية الكنافة. بس هنا يا جماعة نكون كده حنينين، فاهمة ايه يعني حنينة؟ يعني ما تضغطيش قوي قوي بالملعقة او بايديكي علشان ما تخليش الدنيا ايه تبقى تبص كده. بس فبالراحة هنضغط بس لما نبتدي نقفل الاسترتش على الجوانب بالشكل ده. ولازم يا جماعة الاسترتش، اقول لكم هنا على غلطة حصلت معايا ومرضتش احذفها علشان بس ايه تاخدوا بالكم. بصوا بقى انا هنا بعد ما خلاص كبستها كويس قوي وضغطتها وبقت زي الفل، هبتدي ان انا اطلع كده الاسترتش شوية من على الجوانب، حاجة بسيطة كده. بصوا زي ما انتوا شايفين يا دوب بس كده بشده شوية، مش بطلع خالص يعني. وقلبتها على ايديا. بصوا يا جماعة طلعت تحفة. بس اول ما جيت احطها على الصينية ابتدأت احس لا، بدأت كده تتفرفت وطلعت من تحت مبقتش لطيفة. طب نعمل ايه بقى يا كراميلا علشان نتفادى الغلط اللي حصل معاكي ده؟ هقولك دلوقتي، ركزي في المرة دي هنعمل ايه. طبعا هنا بعمل نفس الفكرة، بخلي كده القاعدة حلوة وكبيرة، اللي هي القاعدة دلوقتي اللي هي بتاعت الفنجان يا جماعة. بصوا بعد ما بحط الحشوة وبحط بعدين الكنافة اللي هي يعتبر الطبقة اللي بتغطيها. بصوا بقى أنا دلوقتي هعمل ايه. خلاص الدنيا زي الفل، وقفلت كده بالاسترتش والدنيا ما فيش ولا اي حاجة بايظة. هعمل ايه بقى؟ هاجي كده بعد ما افتح الاسترتش واشده شدة بسيطة الى الان نفس اللي احنا عملنا هناك. تعالوا بقى شوفوا لي التركاية دي. هنيجي على الصاج على طول ونبتدي نقلب المج زي ما تيجي كده تقلبي طبق الرز مثلا لما تعمليه. بس طبعا ايه يعني حاسبي لا تروح مقلوبة منك قبل ما توصل للصاج. وبصي بقى طلعت معايا بكل سهولة وبطريقة اجمل بكتير، وكل اللي جنب منها دول عملتهم بنفس الطريقة التانية. وده فرق يا جماعة الفنجان من البابلز، يعني مش فرق كبير قوي لان انا حبيت اعمل البابلز تكون كبيرة. بصوا هنا بقى انا بطلعها ازاي بكل سهولة. بس كده بصوابعي بحاول ان انا الف كده يعني داير ما يدور حواليها وبتطلع معايا بكل سهولة. بصوا اهو مفيش حاجة صعبة، جميلة قوي قوي كده. انا خلصت خلاص الصاجين. هبتدي دلوقتي ان انا ادهنهم بالزبدة زي ما قلنا، ممكن زيت وممكن سمنة طبعا كما انت تحبين. انا هنا بقى استخدمت الفرشة يا جماعة، الفرشة دي بطلة يعني بطلة الوصفة بتاعتنا النهاردة. ليه بقى استخدمت الفرشة؟ علشان احاول اوزع عليها توزيع كويس وتطلع كده الى حد ما لون موحد، وفي نفس الوقت ما اهدرش زبدة كتير، لان الصح ان انا مفروض اغرقها زبدة خالص وادخلها كده، واللي يتبقى بعدين من الزبدة بعد ما بتطلع بصفيها عادي وبرجع استخدمها في حلويات تانية. بس انا هنا ما حبيتش ان انا اهدر كتير، وحبيت برضو اديكم فكرة كده تكون ايه يعني اقتصادية شوية او اللي هي جميلة شوية من ان انا ما اهدرش كتير يعني. وبصراحة افضل بكتير يعني. لكن يا جماعة لازم تاخدوا برضو لبالكم لحاجة، وهي ان انا دهنة الصاجات هنا سمنة او برضو زبدة او زيت لو انت هتستخدمي زيت. تركها يا جماعة هقولها لكم في الزيت، لما تيجوا تستخدموا الزيت في الكنافة حاولوا كده يعني تنكهوه نكهة حلوة كده بذرة فانيليا سايلة، او لا هي بودر هتبقى صعبة مش هتدوب فيه. عارفين ذرة الفانيليا السايلة دي هتضيع الريحة بتاعت الزيت كده، هتديله برضو هتدي الكنافة ريحة الفانيليا، مش هيبقى ظاهر قوي فيها ريحة الزيت. علشان بس ايه ساعات ناس كتير بتلاحظها كده ومش بتحب طعم الزيت في الكنافة. بصراحة مش بيبقى ألذ حاجة يعني. تمام. بصوا بقى اهم حاجة ما بين الاصابع هنا، شايفين انا بحط كده بداية جزء الزبدة الكبير انا وبرش كده بحطه ما بين الاصابع علشان تنزل كده ما بين الاصابع اثناء ما بتستوي وتدخل كده ما بينها وتحمر لي الجوانب، ما تبقاش الجوانب بتاعتها بيضة. ركزوا يا جماعة قوي في التريكات دي. دلوقتي بقى هدخلها على فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180. هتقعد معايا في الفرن حوالي تلت ساعة 25 دقيقة على حسب، وطبعا تتابعيها وحسب درجة حرارة الفرن. بصي بقى بشيل ازاي الكورنيه بكل سهولة.
بعصلج معاكي، هتضغطي بس عليه كده من فوق وتشال معاكي بمنتهى السهولة. تاني بصي بضغط عليه من فوق بالشكل ده اهو، بيتشال معاكي بكل سهولة. تاني اخر مرة كمان علشان بس نركز، لان في ناس ما بتعرفش تشيله. بصي ده كان معصلج جدا معايا، اول ما ضغطت عليه خلاص طلع، بس لازم تسيبيها تهدى شوية. طيب للأسف انا المقطع هنا اتحذف من عندي، انا وبحط الشربات يعني عليها، نضيف الشربات عليهم دولا بس بعد ما يهدوا شوية علشان نطلع الكورنيهات الاول، لان طبعا لو سقيناها بالشربات الاول هتبقى طرية ومش هينفع تطلع منها الكورنيه بسهولة، مش هتبقى ماسكة نفسها. فدلوقتي بقى بسقيهم بالشربات، وزي ما قلنا الشربات بيبقى تقيل وبارد، اهم حاجة يا جماعة بارد. تمام. وتعالوا بقى لمرحلة التزيين. بصوا سهلة بسيطة ومفيش اي حاجة. دي يا جماعة كريمة صيامي نباتي. طبعا شوفي انتي بتحبي تستخدمي اي نوع، ولكن لو صايمين يفضل يعني الكريمة النباتي، لان التانية بتبقى محتوية على الحليب فبتبقى فترة. ده اول شكل معايا، زينتها بس بحبة كده من الفراولة وحبة كمان كده من بسكويت الشوكولاتة الصغير، وكله صيامي يا جماعة. دي بقى البابلز اللي هي بتاعة الايس كريم. انا زي ما قلت لكم انا عايزة حجمها كبير، لان انا عايزة اعملها كده. بصوا بقى حطيت فيها كريمة، عايزة اقول لكم يا جماعة طعم الكريمة مع الكنافة المسقية كمان وهم لا حاجة تانية. بصوا بقى حتة كريزة كده في النص والدنيا عدت زي الفل. اي تزيين اي هبد يجي في دماغك بصي اي حاجة تطلع لذيذة وحلوة، كفاية ان انت يا ست الكل اللي عاملاها. الكورنيهات بقى حطيت لها كده كريمة وفستق طبعا كداب، وبالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى دي الكنافة الحجاب، دي أصابع بقى الكنافة الجميلة المحشية حلوة بجد يا جماعة وكانت رهيبة. ودي الكنافة الفنجان رصيتها بالشكل ده وحطيت لها برضو حتة كده من الفستق الكداب. وده بقى يا جماعة الفيديو بتاعنا النهاردة. اتمنى انه ما يكونش كده تقيل على قلبكم، انا عارفة اني طولت معاكم، ولو انتي معايا لغاية هنا في الفيديو فانا بشكرك جدا جدا على دعمك وعلى انك لسه مستمرة معايا. وكمان ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لو اول مرة بتشوف